بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يعني ما كنت باش نصور بصراحه، على خاطر البيتزا صورتها قبل وما عملت لهاش المونتاج. خفت لنزيد نصور الفيديو هذا وما نعملوش المونتاج. الحاسيلو هذا اليوم بيتزا معناها نص طليانيه نص تونسيه، بالخضره بالجبن بالسميد ماهيش بالفارينه. انا ديجا بديت في العجينه، حطيت توا العجينه تتعجن. عملت 500 غرام فارينه، 500 غرام سميد، قدر 100 مليلتر او 70 مليلتر زيت زيتونه، مغرفتين ونص خميره كيف العاده. معناها لحد الان الباط هذيا كيف الخبز، معناها ما ثماش حتى فرق. البيتزا الطليانيه والبيتزا والعجينه نتاع الخبز كيف بالضبط، بالزاده معناها زايده الزيت. بالنسبه للمكونات البيتزا، يعني انا باش نستعمل عندي لهنا جبن، هذايا جبن موتزاريلا، باش نستعمل هاكا السبناخ. اولادي يحبوا ياسر البصل في البيتزا بطريقه ما تتخيلوهاش على بالكم. يعني لو عملت بيتزا من غير بصل ما ياكلوهاش، وبيحبوش الجبن في البيتزا سبحان الله عكس العباد الكلهم. وعندي جارتي زاده باش تجي تاكل معنا البيتزا، جارتي انا وياها نفس الذوق. ما هو بنين راهو البصل في البيتزا، بنين بالحق راهو. انا نستعمل الطماطم هذيا للبيتزا. احسن بيتزا توا تعجبني هي بيتزا بالسبناخ بصراحه. صبوا زيت زيتونه للطماطم، شويه زعتر كالعاده. راهو نجمو نحطوا فيها شويه فلفل احمر شويه هريسه، ما ثم حتى مانع. نسيت ثم صغار باش ياكلوا. الملح كيف ما قلت لكم البيتزا هذيا بالسميد، نص سميد ونص فارينه. يعني باش نستعمل شويه هكا. في الأثناء الفرن يسخن. سر نجاح البيتزا انا معناها قلتها لكم في الفيديو اللي فات، كونه الفرن لازم سخون على الاخر. هذا اول سر نجاح البيتزا. اذا كان الفرن بارد البيتزا تجي يابسه. هذا اول سر نجاح البيتزا. هذا بخلاف يعني الخميره بزايد، العجينه، شو الزيت اللي نعملوه في العجينه، هذا كله ثانويا بعد الفرن. اهم حاجه الفرن وبعد كل شيء يتصلح. حتى العجينه تعملوها غالطه ما يسالش. هايكا الخشن نتاع العجينه عندها الريفه بالكدا. الفرن كيف ما قلت لكم يسخن لاقصى درجه. البيتزا الاولى مارغريتا. هذيا جبن الموتزاريلا بالبصل، فلفل، سبناخ، De tonijnen meegenomen. Oké. Is goed. Wil je filmen? Ja, maar geeft niet. Maar deze moet met tonijn of niet? Nee, maar zonder mozzarella. En deze? Ook? Zonder mozzarella? Kinderen vind ik niet lekker. Oké. Doe maar voor ons. Ja. بدلت الموتزاريلا هنا خاطر ولاد جارتي ما ياكلوش الموتزاريلا. وتوا باش نزيدو الطن. Voor ons alleen, Laila, voor kinderen niet. Voor ons super lekker. ما تاخذوش عليا، هو المفروض الطن قبل الخضره هذه كلها، لكن الطن جاني توا خاطر بخر شوي. مش مشكل، كل شيء يجي
بيتزا بانواعها تجي. وبدلنا لهنا الموتزاريلا الشيري هذه خاطر الصغار ما ياكلوش الموتزاريلا، ياكلوا كان هكا مارغريتا. المهم هو عشاء هكا زرابي لكنه باش يجي باهي تحفون. فقط باش نزيد شويه لهنا بصل وفلفل، وتوا نحطوه في الفرن سخون لاقصى درجه يعني. Deze gebruiken deze, Laila. Ja. Verziebonen. Ik weet niet, morgen ik ga kijken. Nou, een beetje hier. Kijk, hier is warm. Vlakbij die oven. Ja, daar is goed. Daar is goed. Erwin, wat doe je? بدنا ما نحكي لكمش بعد ما عملنا طماطم توا باش نعملوا جبن. برشا ناس يغلطوا يحطوا جبن في الاخر، لكن الجبن دائما يتحط بعد الطماطم. هكاكا نتحصلوا على جبن هكا يكون ذايب، وبرشا ناس يحبوا يعني يكون عندهم جبن هكا ذايب وقت اللي يقصوا يتجبد هكا. الحل الوحيد كونكم تكثروا الجبن، يعني الطم لازم يكون جبن تحت المواد اللي نحنا باش نضيفوها من بعديكا. نجمو نعملو هكا للزينة رشة معدنوس او حبق. نجمو زادا نستعملو البيستو بالطن، شوية فروي دو مير، شوية زيتون، رشة زعتر، واللي يحب يعمل رشة متاع زيت زيتونة من فوق. البيتزا هذه عملت فيها البيستو هذا عملته من اللول. Zeg wat zit in? Tomaat, paprika. Ja? شوف نيت nog een keer. Oké. Kijk eens hier. النص هذايا مارغريتا والنص هذا بالخرونته بالخضرة. Tonijn. Ja. شكرا.